السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهاردة هعمل معاكم السمك السنجاري بطريقة حلوة جدا زي المطاعم بالظبط. لو عجبكم الفيديو لايك وشير كتير، واشتراك في قناتي مطبخ شامة حلو وحادق، وتفعيل زر الجرس عشان يوصلكم كل جديد مني. انا هنا كده معايا 3 سمكات مكاريل، ده المكاريل الاصلي. غسلتهم كويس وفتحاهم كده سنجاري بالطريقة اللي انتوا شايفينها كده، عاملين زي الكتاب. بعد كده نقعتهم 10 دقايق في مية وخل وليمون، وبعد كده شطفتهم كويس وصفيتهم. بعد كده معايا ورق فويل كده، انا مقطعاها اكبر من السمكة مرتين، يعني قد حجم السمكة مرتين. وبعد كده بطبقهم زي ما انتوا شايفين كده عشان اعملهم كفر للسمك، عشان احط السمك فيه بالطريقة اللي انتوا شايفينها كده. بعد طبعا ما صفيت السمك هنشفه بمناديل المطبخ كده علشان ما يبقاش فيه اي سوائل. بعد كده بقى هاخد كل سمكة واحطها في الكفر كده، والم عليها الكفر بالشكل ده عشان تبقى عاملة زي المركب، كأنه طبق كده بس بشكل المركب كده، تبقى السمكة مفرودة فيه بالشكل اللي انتوا شايفينه ده. هعمل ال3 سمكات بالشكل ده. عايزة اقول لكم ان الوصفة النهاردة جميلة وفعلا طعمها احلى من المطاعم بكتير. لو جربتوها ان شاء الله مش هتبطلوا تعملوها، وطريقتها سهلة وجميلة واي حد يعرف يعملها بكل سهولة. والكفر ده بيدي السمكة شكل حلو قوي، بتبقى شكلها حلو قوي بعد ما بتستوي، بتبقى شكلها تحفة بصراحة. جربوها ان شاء الله ومش هتندموا. كده انا خلصت ال3 سمكات، بصوا شكلهم حلو ازاي. وبولة هحط معلقتين توم مهروس كده، عليهم معلقتين فلفل احمر مهروس، وعليهم عصير 3 ليمونات الا شوية صغيرين، هشيل منهم حبة هنستعملهم بعدين. والتوابل ملح، فلفل اسود، كمون، البهارات ال7، معلقة شطة، ومعلقة بابريكا. هي دي التوابل بتاعتنا. بصوا بقى هنا في تكاية، انا هنا كده برش على السمكة كده ملح، وبحط عليها كده بدهنها بالزيت. التكاية دي بقى عشان خاطر لما تيجي تطلعي السمكة بعد ما تستوي الجلد يفضل على طول على ورق الفويل، وتطلعي السمكة زي ما هي من غير جلد، يعني مش محتاجة تقشير. التكاية دي مهمة جدا، تغنيكي عن انك تقشري السمكة او القشر يضايقك وهو بيتقشر، والسمكة بتطلع معاكي كده حتة لحمة بيضة صافية من غير اي شوائب ومن غير اي جلد. بصوا انا كده خلصت ال3 سمكات، وهحط بقى الخلطة بتاعتنا اللي احنا عملناها، وهسيب منها شوية في الطبق كده على جنب هنستخدمها. هتبل بقى السمك كويس كده، وهكون فاتحة الشواية بس. هحط السمك في الفرن تحت الشواية بس ياخد وش، مش عايزة اكتر من كده. وبعد كده بقى هيكون معايا طاسة على النار، هحط فيها ربع كوباية زيت. واول ما الزيت يسخن انا مقطعة كده بصل شرايح، هنزل بالبصلة كده على الزيت وهشوحها. وبعد كده هضيف لها الفلفل، انا مقطعة 3 قرون كده فلفل رومي على قرن فلفل حراق، هضيفه معاها. وبعد كده هضيف لهم بقى اللي اتبقى من التوابل اللي انا قلت لكم، اللي احنا كنا بنتبل بيها السمك، قلت لكم هشيلها على جنب. هضيفها كده بقى، مش عايزه اقول لكم ريحتها وجمالها. كنت عصره هنا بقى طماطمتين كده، رحت نازله بيهم ونزلت بباقي التوابل اللي برضو قلت لكم هشيلهم على جنب. هسيبها بقى تتسبك شويه، وبعد كده بشره جزرتين هنزل بيهم، واسيبهم بقى على نار هاديه يتسبكوا خالص عبال ما السمك ياخد الوش بتاعه اللي انا قلت لكم عليه. وبعد كده هطلعها واقول لكم نعمل ايه. هنا نزلت على الخلطه كده بعصير نص ليمونه، وبعد كده معايا بقدونس مقطعاه كده، نزلت بيه برضو عليها، هي كانت كده اتسبكت، فانا حطيت البقدونس في الاخر عشان مش عايزاه يقعد كتير على النار. كده السمك بقى خد الوش بتاعه كده تحت الشوايه. هحط عليه التتبيله بتاعتي كده وافردها بقى كويس، وهشغل الفرن من تحت لمدة 10 دقايق مش اكتر. وبالهنا والشفا، السمك بتاعنا كده هيكون استوى بعد ال10 دقايق. يا ريت تقولوا لي رأيكم في التعليقات لو الوصفة عجبتكم، ويا ريت بقى تشيروا الفيديو كتير عشان ناس كتير تشوفه. ده كده شكل السمكة بعد ما اتبلت قبل ما تخش الفرن. انا مش هولع عليها الشواية تاني، هتخش الفرن ال10 دقايق على النار العادية. الوقت كده هو طلع من الفرن، وده شكله النهائي. وبالهنا والشفا، عايزة اقول لكم ان طعمه فعلا احلى من المطاعم بكتير، وحاجة كده جميلة وملهاش وصف. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.